حقيقة الذنب لا تشكل طفرة في حركة الفرد، وإنما هذه تمثل مظهرا من مظاهر الفرد. يعني هذا الذنب الواحد الذي يرتكبه الإنسان والعياذ بالله، هذا يكشف عن خلل في الذات، هذا إنتاج هذه الذات. مثل معمل ينتج، أنتم إذا رحتوا إلى معمل يجب أن ينتج الأواني، رأيتم أن الآنية التي ينتجها المعمل أو السيارة اللي ينتجها المعمل فيها إشكال، هذا يدل على إشكال في ذات المعمل.